لو مفكرة إنه الذكاء دائما إنك تردي وتثبتي وتشرحي وتفوتي بكل نقاش مع الناس وتدافعي فيه عن حالك، خليني أقولك بكل هدوء وبساطة أحيانا أذكى شي ممكن تعملي إنك تستغبي حالك. مو غباء بالجهل، لا، غباء إنك تكوني واعية فيه. يعني مثال إنك تكوني فهمانة بس تختاري ما تبيني لهم إنك فهمانة. رح تمري بتجارب كتير تخليكي تفهمي هالدروس غصب عنك. ناس بتستنزفك وناس بتحاول تقلل منك ومن قيمتك، وناس بتنبسط لما بتشوفك عم بتدافعي عن حالك كتير وتستنزف طاقتك. بالبداية رح تكوني عم بتردي وتشرحي وتدافعي، وبالأخير انت رح تكوني أصلا الخسرانة. وبعدين رح تفهمي إن مو كل كلمة بتستاهل رد، ومو كل عقل بينفع معه شرح. وفي ناس إذا بينتي لها إنك فهمانتيها وفهمانة أكتر بتزيد عليكي أكتر. فالاستغباء أحيانا مو ضعف، هو حماية لإلك إنك تسمعي وتعدي وتخلي اللي قدامك مفكر إنه ربح عليكي وإنت ربحتي أصلا. راحة بالك تختاري معاركك وتوفري طاقتك، وما تحرقي أعصابك على ناس أقصى طموحها تجبرك تنزلي لمستواها. فالحل ما تكوني متاحة دائما لألن، وما تبرري وما تفوتي بجدال ما له نهاية. وتفهمي إنه السكوت أحيانا مو عجز، السكوت سيطرة. بالأخير مو ضروري كل الناس تعرف إنك ذكية، بكفي إنك تعرفي إنتي إيمت تحكي وإيمت تستغبي وإنتي مبسوطة ومبتسمة. هون بتحسي إنك أخيرا مرتاحة. إيمت تعملي حالك مو فهمانة، ولما الفهم يكلفك أصلا راحة بالك. ولما تفهمي إنه مو كل شي بيستاهل رد، بساعتها بتكوني ذكية عن جد. مو جهل هذا الشي، هذا وعي بيحميكي، بيعرف إمتى تختاري الصمت بوقته.